رمضان وصل، وفي كل رمضان بيبقى فيه سؤال كلنا بنسأله: اشمعنى رمضان؟ والمفروض اعمل ايه في رمضان؟ وازاي اعيش رمضان مختلف عن كل رمضان انا بعيشه؟ انا كامير عدى عليا هو رمضانات كتيره، يعني الحمد لله رب العالمين. اظن من ساعه ما الواحد كبر وبلغ وعقل كده قول بقالي يجي 30 رمضان. في كل رمضان هعمل ايه؟ انا هصوم وهصلي وهنروح التراويح، ويعني لو في صدقات نطلع صدقات، ولو في شويه اطعامات نطعم، والدنيا حلوه. وكتير مننا بيفاجأ انه بعد رمضان بيعود الى ما كان عليه، ولا يختلف الحال، بل قد يعود الى أسوأ. ولما تبص ليه رمضان اصلا، يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى فرض رمضان، هتلاقي الايه بتتكلم على حاجه اسمها التقوى. يعني لو بصينا كده هتلاقي قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيبقى إذن الله عز وجل فرض رمضان مش بس علينا، فرضوا علينا على أقوام قبلنا، عشان الصيام ده اللي هو العمل اللي بنعمله في رمضان بيؤدي إلى التقوى. يعني في حاجة المفروض أروح لها في رمضان وبعد رمضان، بس أنا بروح لهاش. طب يعني إيه التقوى الأول؟ يعني لو جينا نسأل نفسنا كده: يا رب أنت عايزني أوصل للتقوى اللي هي إيه؟ فبالبلدي كده التقوى هي اللي إحنا ما بنعملوش، الحاجة العكس اللي إحنا بنعملها. التقوى هي إنك كإنسان تنظر إلى الله عز وجل في السر والعلن، أنه يراك ويسمعك ويعلم ما تفعل. هو ده كده بالبلد. تخيل إنك في أوضتك قاعد، وفي هذه الغرفة في كاميرا مراقبة زي كاميرا المراقبة اللي هنا، وهذه الكاميرا فتحها حد شايفك على طول، بلاش شايفك على طول، في أي وقت ممكن يبقى له أكسس على الكاميرا، يفتح يبص يشوف أنت بتعمل إيه. والحد ده له عليك سلطة الثواب والعقاب. ابوك قاعد، ابوكي، امي، هل هتقدر في الغرفه دي وانت قاعد جواها وانت تعلم انه في اي لحظه ممكن حد ليه سلطه عليا يفتح يشوف انا بعمل ايه، هل هتجرؤ انك تعمل حاجه غلط او تعمل حاجه هو منعك عنها او نهاك عنها؟ اكيد لا. فما بالك بالله سبحانه وبحمده الذي يرانا ويسمعنا 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالأصل إنه التقوى إني أنا واحد أسمع أوامر ربنا وأجتنب نواهيه، وبما إني إنسان جبلت على إني بعمل ذنوب ومعاصي، ربنا خلقني كده، فلو وقعت بجتهد وأتوب. بس ده للأسف مش حالنا، والمفروض إنه يبقى حالنا برمضان. إزاي؟ فتعالوا نتعرف على نفسنا الأول. بصوا يا جماعة، احنا في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى وفي طريقنا الى الله عشان نمشي على الاوامر ونجتنب النواهي ونوصل للجنه، وده نهايه الطريق اللي ما فيش غيرها، لانه الناحيه التانيه نهايه لو رحنا لها لنا ولا انتوا هنسعد ولا هنرضى، ده شقاء ابدي اسمه النار، ربنا يكفينا. عندنا 2 عوائق اساسيين واقفين في الطريق. فلنتخيل ان هذا الطريق احنا ماشيين كده، وفي جبل هيقابلنا لازم نعديه عشان نروح الناحيه التانية. عندنا جبلين، الجبل الاول اسمه الشيطان، والجبل التاني اسمه النفس، ولازم نعدي عليهم عشان نوصل لنهايه الطريق اللي اسمها الجنه. والشيطان ده يعني قال: ربي فانظرني الى يوم يبعثون، قال: فانك من المنظرين. ده قاعد قال له: يا رب شوف انا هعمل فيهم ايه، انا عدو لبني ادم، وانا لن اترك بني ادم دول في حالهم، بل اني دوري اني ادخلهم النار. فهو عدو مركز مفوق لك، ما بيغطيش عينه عنك ثانيه، بل وانت اللي شاغل كل فكره، ده انت شغلانته. هو قاعد يصحى الصبح: نهى تخش النار ازاي، سلمى تروح في داهيه ازاي، محمد ازاي اوصله انه من اهل الجحيم، ابراهيم ازاي يولع، بلال ازاي يضيع، زين ازاي، وهكذا. الشيطان قاعد ما عندوش حاجه تانية يفكر. فتخيل انت شغله الشاغل، لكن هو مش شغلك الشاغل، انت مش واخد بالك منه اصلا، بل قد لا تراه، بل قد انت بتسمع وسوسته بكل سهوله. هو الشيطان قال كده، قال: انا والله ماليش عليكم سلطان يا جماعه، انا بدعوكم بتستجيبوا، انا مالي. بقول لك ما تلبسيش الحجاب فتقولي حاضر، ولو حد كلمك بتقولي لما اقتنع. بقول لك ما تصليش فبتقول حاضر، ولما حد يكلمك تقول له ان شاء الله هصلي ادعي لي. بقول لك ما تبطلش تدخين فتقول لي حاضر، ولما حد يقول لك بطل تدخين تقول له انا وقت ما احب ابطل هبطل. وهكذا من الكلمات الشيطانيه اللي بتمشي على السنتنا واحنا مش واخدين بالنا انها من الشيطان. هو واخد باله انه يحطها على لساننا، احنا مش واخدين بالنا انها منه. فيجي رمضان ويقول لك: طب ما تيجي تاخد بريك من الشيطان وتاخد دوره تدريبيه على كيفيه التعامل مع الشيطان. نركز بقى، رمضان جاي يقول لنا ايه؟ خدوا بريك من الشيطان وخدوا دوره تدريبيه ازاي تتعاملوا مع الشيطان. فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب. المهم بالنسبه لنا في الحته اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي انه تصفد الشياطين ومرضت الجن. يعني ايه يصفد؟ يعني يسلسل، يعني يتمنع من انه يشتغل عليك.
فبتاخد انت بريك من الشيطان، بتاخد اجازه. والاجازه دي هدفها ايه؟ هدفها حاجتين: واحد انك تخلو لنفسك، العدو التاني اللي هنتكلم عليه، والهدف التاني انك تتدرب على كيفيه مواجهه الشيطان لما يجي لك تاني، تبقى فهمت بنتعامل معاه ازاي. طب احنا بنتعامل معاه ازاي؟ اهم سلاح لمواجهه الشيطان هو الصيام. ايه يا امير الكلام ده جبته منين؟ نشوف مع بعض. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. جنة يعني كأنه درع من الشيطان، درع ضد الشيطان وضد اللي كل الشيطان بيحطه في دماغنا بقى. بيحط بقى الشهوات والشبهات والحرام والأفكار الخاطئة في دماغنا. فالصيام جنة، درع وحصن حصين من النار. هيبقى حصن من النار ازاي؟ انه بيحميني من الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقى اللي هو بتاع يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني حماية. حماية من مين؟ من الشيطان. ايه ده؟ يعني الصيام نفسه هو وسيلة مواجهة للشيطان؟ بس اي صيام بقى؟ صيام شكله عامل ازاي؟ هنشوف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان بيجري في دم بني آدم وعارف عنه كل حاجة ومركز معاه في كل حاجة ومفتح له في كل حاجة. ففي زيادة في الحديث، وإن كان يعني الشيخ الألباني يقول أن هذه الزيادة لا أصل لها، ولكن معناها صحيح. الزيادة هي: فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. وده الدليل بتاعها واللي يقويها الحديثين اللي فاتوا، إنه الجوع والصوم بيساعدوني أقف قدام الشيطان. قلنا إنه هو عبارة عن درع ووقاء وحماية. فإذا يبقى ما فيش شيطان. رمضان بيجي يقول لك اهو ادي الشيطان يا باشا، ولا تزعل نفسك، ادي الشيطان يا ست الكل، ولا تشغلي بالك بيه. اتدرب تواجهه ازاي؟ بحاجه اسمها الصيام، المفروض تعيش عليه بعد رمضان. وتعالى واجه العدو التاني منك ليه، الا وهو النفس. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. احنا لا نقلل من خطوره الشيطان. يعني في بعض الاحيان الخطاب اللي بنوجهه احنا كدعاة في بعض الاحيان بيخلي الناس تغفل وجود الشيطان وينظر للنفس بس. لا، احنا في شيطان وفي نفس، لازم نفضل مركزين. والنفس الله عز وجل قال لنا ان لها اشكال. احنا جوانا نفس واحده ولكن ليها اكتر من شكل. كام شكل؟ هم 3. واحد اسمها النفس الاماره بالسوء، النفس اللوامه، النفس المطمئنه. نفس اماره بالسوء يعني ايه؟ يعني تقول لك اعمل الحرام يا بنت الناس، الراجل اللي بيكلمك دلوقتي ويأثر فيكي ده اقفليه بسرعه عشان ده هيخليكي تتحجبي، وانا قلت لك اهو. عايزه بقى نكمل مع بعض صاب وحبايب؟ اقفلي يا حبيبي يا اخويا. احنا لو مشينا في طريق ربنا ده هنفقد مميزات كتيره جدا. انت متخيل ان انت تسيب شغلك عشان حرام؟ متخيل تاكل منين بقى؟ متخيل بقى تسيب صاحبتك عشان حرام؟ طب والحب اللي ما بيننا؟ طب والشوق اللي في عيننا؟ طب الكلام ده هنودي فين يا حماده؟ فهو وهكذا من الامر بالسوء. وفي حاجه اسمها النفس اللوامه، اللي هي احنا مش آن بقى نتوب لربنا؟ مش وقته بقى ان احنا نسمع الكلام؟ مش يلا بينا بقى نتحرك في توبة وقرب ومحبة ومعاني عمرنا ما دقناها ندقها بقى؟ وفي نفس مطمئنة. المطمئنة اللي هي النفس بتاعت العبد، الأمل الحقيقية لله، اللي هي النفس اللي يصلي نصلي يلا تجد سعادتها في الصلاة، راحتها في الطاعة. تلبسي حجابك ما تعرفيش تنزلي من غيره، تنظري أصلا لنفسك بهدومك القديمة قبل الحجاب تقولي أنا كنت إزاي بنزل الشارع كده؟ إزاي كنت بقابل الناس كده؟ نفس مطمئنة تطمئن في الطاعة وفي البعد عن المعاصي. فكلنا نفسنا نوصل للمطمئنة يعني نبعد عن النفس الأمارة، وإن اللوامة تساعدنا لغاية ما نوصل للمطمئن. فتعالوا نتخيل مع بعض كده صورة للحاجات اللي جوانا، اللي جوا قلوبنا، اللي جوا أنفسنا، اللي جوا أرواحنا. فتلاقي كده صورة تخيلية ممكن تفهمنا الموضوع. تعالوا نتخيل إنه جوا الإنسان في 4: خنزير، تتغضوش خنزير وكلب وشيطان وحكيم. دول جوانا، ال4 دول عايشين جوانا. الخنزير ده بتاع الشهوات والدنيا وما يؤدي إليها. ده بتاع الشهوات، شهوة الأكل، شهوة الشرب، شهوة الفرج، شهوة البص الحرام، شهوة الجمال الحرام، والدنيا المال بقى من حلال من حرام. هو عايز مال، عايز كتير. كل هذه الزنا، الشهوات والدنيا وما يؤدي إليها، ده الخنزير. والخنزير ده قاعد يلهث وراء كل الحاجات دي. وعندنا تاني حاجة جوانا هي الكلب. والكلب ده بتاع حظ النفس وما يؤدي إليه. يعني اللي بيغضب بسرعة، اللي بيهاجم عشان ياخد يمكن حق مش حقه في بعض الاحيان، اللي ما عندوش مشكله انه يظلم او ياخد حقوق الناس بس تبقى بتاعته هو، ما عندوش مشكله، هو عايز ياخد الحاجه. ده الكلب. وجوانا شيطان خبيث. الخبيث ده هو بقى اللي بيسخن الخنزير والكلب ويخطط له، بتاع المكر، الخداع، الخبث. ومن هذا تنشأ صفات ان احنا يبقى جوانا بقى الجشع، الحقد، الغل،
الحسد. كل دول كده جوانا ومعاهم حكيم ده ربنا سبحانه وتعالى جعله جوانا واداله فرص يتقوى. من هذه الفرص طبعا في فرص كتير، الدعاء بقى واللجوء الى الله والتوكل على الله، لكن من هذه الفرص نفحات سنوية اهمها رمضان. فيجي رمضان يعمل ايه؟ يجي رمضان على الخنزير اولا، تعال انت بتاع ايه؟ انا بتاع الدنيا والشهوات، أكل شرب نظر زنا حقد غل بخل شح حسد، أنا بتاع الشهوات وبتاع الدنيا. فيجي رمضان يقفل الدنيا، يقول لك بص ركز معايا، ده شهر بيدربك على طلب الآخرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سيدي ده لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. شهر طلب الآخرة، ومش الآخرة في الشهر ده بس، ولكن أنا بدربك على طلب الآخرة عشان تبقى فاهم إن الدنيا ما هي إلا دار عبور للوصول إلى الآخرة، فالطلب هو الآخرة. فرمضان يقفل لك الدنيا ويقول لك طب تعالى امسك المصحف، تلاقي يعني الآيات تخاطبك، شوف الدنيا عاملة ازاي والآخرة عاملة ازاي، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني ايه يا رب أنا أؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى؟ إيه الموضوع ده؟ فتلاقي سبحان الله ويضرب الأمثال في هذا الأمر. يقول لك تخيل إن عندك بيت ملك وبيت إيجار، فجيت قلت لك أنت تقعد في بيت إيجار، يعني قصر مهول كده ولكنه إيجار، هتقعد فيه يا باشا شهر ولا شهرين وهطلعك منه، ولا تاخد شقة ملك محندقة كده 100 متر ولا حاجة وجميلة يعني مقبولة بس بتاعتك العمر كله وتورث لمن بعدك. طبيعي انك تختار الايه؟ المنطق. يعني القصر اللي هقعد فيه شهر ده انا هستفيد بيه ايه؟ يعني ما هو شهر وانا ماشي واقعد في الشارع انا ومراتي وعيالي، ولا اخد الشقة يعني طول ما انا عايش واديها للعيال؟ لا، اخد الشقة. فتخيل انا قمت قلب لك بقى الوضع، قلت لك لا، تحب بقى تاخد الشقة ايجار يومين 3 ولا تاخد القصر طول العمر؟ هتقول لي القصر طول العمر. فتجد أن الله عز وجل في رمضان بيعلمك ده. القرآن يخاطبك يقول لك كده، يقول لك خد بالك أنت بتبص على إيه؟ الدنيا دي ما هي إلا مكان مستأجر حقير، والآخرة ده المال نهاية. وبتوع الماث يقول لك، بتوع الرياضيات، أي شيء قصاد الانفينيتي قصاد المال نهاية صفر ولا حاجة. فتخيل أنت بتختار الصفر قصاد المال نهاية. هذا هو الخنزير، ما بيوزنهاش. فرمضان يعيشه انسى الدنيا، انسى الشهوات. ويجي رمضان يشتغل على الكلب ده بتاع حظ النفس وبتاع اكل الحقوق وبتاع، فلو الدنيا اتقفلت مش هيركز مع ده. ومش بس كده، ويجي بقى رمضان يؤدبه. فتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب. مش بتاع وقت بقى الخناقة والزعيق ولا الحركة الزيادة ولا الهزار الزيادة ولا بتاع، وقار كده. وبعد كده يقول له فإن شاتمه أحد أو قاتله، شاتمه أو قاتله، ده بقى عليك هجوم. انت دلوقتي مش تاخد حقك بقى، لأن انت دلوقتي، أو قصدي دلوقتي انت مش هتعتدي، انت دلوقتي هتاخد حقك. يقول لك فليقل إني امرؤ صائم، وفي أحد طرق حديث إني صائم مرتين، ويذكر نفسه بده. فبيسلسل لك الكلب اللي جواك، مش بس إنه ما يعتديش، ده إنه يهدى في أخذ حق دنيا في الآخر، يهدى. ويجي رمضان يكون الشيطان متسلسل، فحظ الشيطان جواك مش موجود، فيفضل مين؟ الحكيم. يغذى بقى. يغذى بإيه؟ يغذى بكل ده، بقيام الليل، بالتراويح والتهجد، بقراءة القرآن، بالتخفف من الدنيا. مش وقت ان انا ابقى بضيع وقتي حتى ولو في المباحات. فالحكيم يستقر ويمسك الريموت. فتفاجأ في رمضان بانك في حاجة غريبة جدا بتجري. انا قادر اصلي الفجر في الجماعة في المسجد، واو، عمره ما حصل. انا قادر اصلي التراويح وانا كنتش بصلي الوتر حتى. انا قادر افتح في رمضان القرآن اللي التراب على طبقة حلوة كده، يعني محتاجين ننظف عشان ما مسكناهوش بقالنا كتير. فتقف قدام حقيقة الأمر إنه في نفس جواك تانية أنت اللي سايبها تموت. في نفس جواك أنت عمرك ما حاولت توصل لها، بتوصل لحتة منها في رمضان، لحتة، وحسب الاجتهاد بتوصل لحتة أكبر، وهكذا. فيجي رمضان يقول لك إيه؟ الشيطان يتسلسل، اتدرب تواجهه إزاي في المستقبل بالصيام، وهنتكلم دلوقتي على القصة والحدوتة. وواجه نفسك يا حبيبي وتعرف على أشكالها التانية اللي أنت ما شفتهاش. فدوق اللوامة اللي عمالة تقول لك مش وقته بقى وتعالى نشتغل ورمضان وبتاع، ودوق المطمئنة اللي عمالة تكلم الناس وهنختم مع الشيخ فلان في المسجد، ويلا يا جدعان في ختمة بكرة ويلا. فلو عملت كده توصل
للنفس المطمئنة. ايه المشكلة فين؟ ايه المشكلة؟ ان الشيطان مش اهبل. الشيطان مش اهبل، الشيطان يعلم ده، فبيبدأ يحضر لرمضان من زمان جدا. صلوا على النبي. الله عز وجل أخبرنا إن الشيطان قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. أهم خلق الله عز وجل من علينا به كبني آدم هو ده العقل. وجعل العقل ده لو شغلناه نوصل له بهدايته وكرمه وبرسله وبمنته وفضله علينا، ولكن لازم نشغل ده، لازم ناخد بالأسباب، صح كده؟ الشيطان يجي يقول لك ايه؟ هغير خلق الله، انا هخليهم هم بايديهم. يا ريت هو يعمل كده، لا احنا بايدينا يتغير فينا هذا الخلق. بمعنى يجي بقى لحضرتك يقول لك بقول لك ايه، سيبك بقى من الكلب وخنزير وحكيم وبتاع الراجل، الكلام فارغ. رمضان بقى شهر الدنيا. انا كنت لسه بسمع واحد كان بيتكلم عن عدد المسلسلات، والله يا ريتني حفظت العدد اللي قاله، لكن قال رقم مرعب جدا جدا. مسلسلات بقت 15 حلقه او 30 حلقه او بقى في بالهبل يعني. فتجد انه لو بصيت على التلفزيون هتلاقي كميه مسلسلات غير طبيعيه. الاصل فيها ايه؟ هتلاقيها مقسمه يعني تو كاتيجوريز، كاتيجوري بيخاطب الخنزير وكاتيجوري بيخاطب الكلب. فتلاقي الكاتيجوري الخنزيري من المسلسلات كلها فيلل، كلها عربيات فارهه يعني مش مفيش مرسيدس، لا مش بنروح في حتت تانية، فاهم؟ كلها نساء، بوتوكس وفيلرز وقص ولزق وامسح وحط على قد ما تقدر عشان نطلع، فاهم؟ حاجات. اكثر مسلسلات فيها رقص في السنه، اكثر مسلسلات فيها علاقات محرمه في السنه، اكثر مسلسلات فيها علاقات محارم وزنا في السنه. فتلاقي نفسك الخنزير قاعد يلهث، قاعد ايه ده ايه الدنيا دي، يا نهار ابيض يا جدعان، ده شغل. فالشيطان هيتسلسل وعايز ما انت هتفضل نفسك هتحاربها، هتنيمها، والحكيم يمسك وتوصل لنفس المطمئنه وتفهم تحاربه ازاي. دي ليله طين، فمش هسيبك. تلاقي اعلانات رمضان اكثر الاعلانات رفاهيه، فتكلمك على كومباوندات والكوميونتي. تعالى يلا خد فيلتك بمقدم 14 مليون وقسط 2 مليون كل شهر لمده 9 سنين. حاجه في غايه البساطه، حاجه 99 مليار جنيه بس. ازاي معكش؟ فين الخنزير اللي جواك؟ ازاي مش بيبص للمكسب الحرام وان احنا نجيب الفلوس من اي حته وزي ما تيجي. فتجد هو ده النساء تتفرج على الرجاله الاموره المظبوطه معموله بالمسطره، تبص على النساء اللي شعرها معمول ازاي ولبسها معمول ازاي، فعايزه تبقى شبهها. فحجاب ايه بقى ونيله ايه؟ خنزير، روح الخنزير هي جوانا تشتغل. ويلعب بقى على الكاتيجوري التاني، الكلب، فيقوم مديله كمان ايه؟ نصيب من المسلسلات الشعبيه بتاعه الانتقام. البطل اللي ابوه ظلمه او اخواته ظلموه، واللي دايما رايه صح، واللي دايما فكره صح، واللي دايما مخطط لكل حاجه وعارف كل خطوه، اللي بينتقم وبياخد حقه بايده ودراعه. وتجد انه الظالم في المسلسل يعني ممكن يموت في الحلقه الاخيره بس تحبه طول المسلسل، ده يبقى دمه خفيف وعنده لازمه، يلا بينا تحبها ظريفه حلوه. فتلاقي نفسك تعلقت بشكل ما بهذا الظالم، قد تحب شخصيته لغايه الاخر. اصلا انا اتذكر اني كنت بحب شخصيه تاجر مخدرات ما كنت بتفرج، وكان مؤثر فيها جدا وكنت بستظرفه، وكان فعلا ممثل ظريف جدا وعامل الدور حلو قوي قوي قوي، لدرجه ان انا كنت متعلق بتاجر. انا كان نفسي يكسب والله. في مسلسل في رمضان من الرمضانات كان الناس بتشجع العصابه بغض النظر عن اسماء، عصابه بتسرق ودمها خفيف وبتاع وفيها ست وراجل وشجر وبتاع، كانت الناس نفسها العصابه تكسب. في بعض المسلسلات في رمضان بيبقى الناس نفسها انه الزنا ينتقموا من الزوج الوحش اللي واقف في علاقته، في طريق علاقتهم. انتقام، قتل، اخذ حقوق، ظلم، تغذية للكلب. فتلاقي الدنيا ماشيه كده. طيب وبعدين الشيطان ما نفسه ما متسلسل بقى خلاص، لا ما انا اسف، ما هو ممكن يخلي الصفات الشيطانيه اللي فيك دايره. ما احنا قلنا فوق ان احنا عشان نمنع الشيطان عننا محتاجين نصوم. بس قلنا انهي صيام؟ ما صيام جوع وعطش وفرج. طب ما ده ببلاش يا عم الحاج، ما كل الناس بتعمل كده. بس مين عينه صامت عن الحرام؟ مين لسانه صام عن الشتيمه والكذب وقول الزور؟ مين جوارحه صامت باتباع اوامر ربنا سبحانه وتعالى فلبست حجابها وصلت فروضها وصلى فروضه؟ مين بقى؟ مين انصرف عن المباح عشان ما يضيعش وقت عشان عندنا رمضان ما يفوتش؟ مين صام؟ ومين بقى اتبع الروشتة
فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. فالشيطان يخلي لك رمضان شهر الاكل الاول. احنا بنتخن في رمضان، شهر الصيام بنتخن فيه، ده الشهر اللي لازم تشرب فيه اكتر عصاير فيها سكر في السنه، والشهر اللي بتنزل له البسبوسه واللزلوزه واللؤلؤه والمقه والفقه ومش عارف ايه فوقيه. يعني اللي بيجرى قبل رمضان ده ولا حاجه. يعني جو اللي هو ايه، مش عارف ملفي وفوقيه شاي وفوقيه فراوله وفوقيه شوكولاته وفوقيه رق بسبوسه وفوقيه رق كنافه وفوقيه مرق بيستاشيو. الله يخرب بيت البيستاشيو. لما كان فستق كنا عارفين ناكل. يلا، فتلاقي اللي بيجرى قبل رمضان ده ولا حاجه. هنشوف اختراعات رمضان بقى دمار يابا. فبقى شهر تخمه، شهر العزومات اللي كلها 100 صنف، ناكل نصهم ونرمي نصهم، ده إن كلنا نصهم أصلا. فتخمة وشبع زائد، فتفضل الصفات الشيطانية موجودة. لمني صمت صيام صحيح فتعودت على الصيام الصحيح اللي حارب به الشيطان في باقي السنة، ولا تعودت على حاجة اسمها الجوع والصيام، فيظل للشيطان في نفسك شيء. يجي الحكيم بقى يتحرك ما يلاقيش بقى. كل سنة وانت طيب. الحكيم يجي يبص على الخنزير، الخنزير قاعد فاتح بقه وعينه قد كده. يجي يبص على الكلب، الكلب عمال يبحث عن ازاي ابقى هذا البطل المنتقم الجبار اللي باخد حقوقي من كل الناس وبتاع مش عارف ايه، ومش مهم حتى ان انا اظلم ولا ما اظلمش ولا بتاع، المهم ابقى انا كينج، نجم كبير عظيم، ده المهم. يبص يلاقي الشيطان سايب صفاته الشيطانيه من الخبث والمكر والخداع جواك باكل وبهرجه وتخمه. فيجي الحكيم يا عيني يشتغل ما يعرفش يشتغل. فإن لم يعمل، النفس اتفقنا إنها كام؟ 3 نفس مطمئنة. الحكيم ماسك الكلب والخنزير والشيطان بيحكمهم تماما، فلا ده بيتحرك ولا ده بيتحرك ولا ده بيتحرك، بل بيحكمهم ببعض. يجي الخنزير يتكلم يسلط عليك كلب يقول له يلا وريني بقى عصبيتك وقوتك دي على هذه الشهوات، فالزم نفسك بالطاعه. يجي الكلب يتكلم يقوم مسلط عليه الخنزير يقول له بقول لك يا عم الكلب، هتظلم وهتعمل حاجات غلط، انا والله امنعك من شهواتك الحلال، اكل وشرب وبتاع، ده انا بص هعذبك هربيك. فلا يجد الشيطان له سبيل. فالحكيم يحكم فتلاقي نفسك مطمئن. طب ما بينهم لسه خناقه تلاقي نفسك لوامه. استسلمت، هذا الحكيم ينقلب الى شيطان زي النفس الشيطانيه، ويعبد هذا الكلب وهذا الشيطان وهذا الخنزير ويخدمهم، فخلاص تبقى نفس اماره بالسوء. انت عايز تمشي في اتجاه. ده رمضان. فلو لسه بتسالني انت المفروض تعمل ايه، انا زعلان منك، انا زعلان منك قوي 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 قوي. احنا كده بقى ايه يعني، احنا مش زباين، ده احنا زباين الزباين. ده كده يبقى فجر الفجر لو احنا لغايه دلوقتي مش عارفين احنا المفروض نعمل ايه. المفروض نصوم صيام حقيقي عن الاكل والشرب والشهوه الحلال، وعن كل ما يغضب الله، وعن كل ما يغذي الخنزير والكلب والشيطان، وعن كل ما يبعدنا عن الهدف الاساسي لرمضان. اني اخرج من رمضان عندي شيء اسمه التقوى. فاللي ناقصه شيء في دينه لازم يعمله. انا مصاحب، انا مصاحبه، انا مش محجبه، احنا ما بنصليش، احنا بندخن، احنا بعاد عن ربنا سبحانه وتعالى في الاقوال والافعال، احنا بنظلم الناس، احنا بناكل الحقوق، احنا بنشتغل شغل حرام، احنا من كل هذا لازم نتخلص منه. ده قرار والله ان لم تاخذه لا هتبقى عشت رمضان، ولا رمضان هيبقى له لازمه، ولا بعد رمضان هيبقى فيك شيء من الخير. وفي رمضان نفسه سلم نفسك لرمضان. رمضان صيام عن أكل وشرب وشهوة حلال، وبعد عن لو استطعنا عن المباح نفسه، إلا يعني لو بناخد نفسنا ونرجع تاني عشان نكمل. لكن رمضان قيام وقرآن ودعاء وقرب من الله وإصلاح للنفس. راجع الحلقة دي كويس، فكر كويس قوي، واكتب صفاتك اللي انت حسيتها وانت بتسمعني دلوقتي. اكتب انت محتاج تغير ايه، ومحتاج تصلح ايه، ومحتاج تبعد عن ايه، وتتوب عن ايه، وعاهد ربنا سبحانه وتعالى أن تبدأ. عيدوا تفكيركم وابدأوا رمضان. ربنا يتقبل منا ومنكم، واجعلنا ممن قاموا وصاموا وقاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت لهم ذنوبهم. وأسأل الله عز وجل أن يعتقنا من أول ليلة في رمضان. انشروا الفيديو، شوفوه مع بعض، وصلوا للناس. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا. بحبكم في الله والله. تابعوني في رمضان، هتشوفوا حاجة حلوة في رمضان. واليوتيوب هيرجع بقى يسخن تاني بإذن الله، نرجع نقدم عليه محتوى شبيه بده ومحتوى شبه القديم، وهنقدم بإذن الله أكثر من نوع من المحتوى. ربنا يجعله نافع. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.